جعل الله سبحانه وتعالى حركة الماء في البحر سبب لنقاء الماء، لأن الماء إذا كان راكدا فسد، فجعل الموج يضرب في هذا البحر ولا يتوقف حتى يبقى ماء طهورا مباركا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر وليس معنا من الماء إلا قليل نشرب منه، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، توضأوا بماء البحر، فإنه الطهور ماؤه والحل ميتته. حل ميتته لأنه طهور يطهر كل شيء حتى الميت. فالجراثيم والأوبئة والأمراض تشفى فيه. ومن فوائد البحر أنه إذا اغتسلت به وأنت مريض بالعين زال